اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. حلقتنا النهارده في حواديت المشهد الان يا تلفزيون يا هنرجع لايام التلفزيون، ايام التسعينات وايام الثمانينات الجميل. معانا شعر حلو قوي من ايام زمان، يعني الكاتب والشاعر محمود رزق، ومعانا برضك دكتور حضرتك اسمك؟ حسن كمال. حسن كمال. الآن يا رب الحلقة تعجبكم. منور الدنيا يا فندم. اهلا وسهلا، انا بتشرف جدا بهذا اللقاء الغير متوقع على الاطلاق، لكن انا سعيد جدا بمقابلتي مع الاستاذ محمود الفنان اللي هو بيقدمنا بصوره طيبه كده، ودي حاجه احنا متعودين عليها من الفنانين الاصلاء، فهذا فنان اصيل. فكل اللي انا هقوله بس ان انا شرفني. انا اسمي محمود رزق علي، انا شاعر عاميه ومشهور في الساحات المصريه كلها باني شاعر وطني، بس انا بجانب الوطني انا كاتب نقد اجتماعي معقول يعني كده، وكاتب عن الجيش المصري، وكاتب عن البطل احمد كمال المنصوري الطيار اللي هو لقب من خلال او من قبل اسرائيل نفسها اثناء الحرب، وهو كان لسه ملازم اول بدبورتين بانه المجنون، سموه المجنون، وخد تقريبا ادوا له جوائز، ومشهور جدا في امريكا الحمد لله. فانا كاتب عن كل الحاجات اللي هي بتمس الشعب المصري والناس البسطاء، وكاتب كمان على الطبقه الثالثه اللي بيستهتروا بيها بعض الناس. فلو يسمح لي الاستاذ محمود اي حاجه يختارها من اللي انا قلته ده، هو عنده اوبن بوفيه يختار اللي هو عايزه وانا تحت امره. لا احنا نسمع الحاجه اللي هي ايه، الطبقه الثالثه اللي هي يعتبر عامه الشعب المصري وعامه الشعوب العربيه اصلا، بيعتبر من اللي هم ايه الفئه المتوسطه وتحت المتوسطه. فدي اللي عايزين نوصل لها. وعايزين برضك ما ننساش قصيده اللي هي كنت كاتب اللي هي عن التلفزيون، عيد ميلاد التلفزيون. دي كانت حاجه جميله جدا ان احنا عايزين نرجع اساسا للتلفزيون. فاكرين التلفزيون؟ فاكرين البرامج اللي كانت بتيجي؟ فاكرين برنامج سر الارض؟ فاكرين محمد صبحي، عائله ونيس، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها دي كلها. فاحنا بنحاول، يعني اتمنى الدعم من حضراتكم ان احنا نوصل فكرتنا ونوصل المحتوى اللي احنا عايزين نقدمه لمجموعه وشريحه اكبر من الناس، تخرجنا من التخلف والتعفن الفكري اللي احنا بقينا فيه وعايشين فيه في 2025. فنسمع شاعرنا الجميل محمود رزق يتحفنا. واتمنى عيد ميلاد التلفزيون، انا احب ان انا ايه ابتدي بيها، انا عايز اختارها بصراحه، عيد ميلاد التلفزيون. انا هيشرفني والله. انا باذن الله هذه انا هعمل تمرين بسيط كده، ان انا فوجئت من الدكتوره منال محروس طلبت مني اكتب عن عيد ميلاد التلفزيون، وكان الوقت ما اسعفنيش خالص. كان يوم فجر الاربع، ومفروض ان انا هقولها يوم الجمعه على الهواء في القناه الثالثه، برنامج مواهب من مصر. فانا بقول ايه، انا واحد من التلامذه اللي صانوا الجميل، انا واحد من التلامذه اللي صانوا الجميل، يا تلفزيون يا مصري يا معلم كل جيل، ليك في القلوب مكانه وفي كل بيت علامه، يا اجمل ابتسامه صورتك نهار وليل، وياك انا فت عصري وفي حلم انا كنت قصري، يا اغلى حلم عايش يا تلفزيون يا مصري. ولادك علمونا الحب والسلام، ورونا وفهمونا العشق والغرام والحرف والكلام. ولادك هم انت مذيعيك المحبوبين، في ميل وميل رعونا واجمل مخرجين، ومعاك انا فت عصري وفي حلم انا كنت قصري، يا اغلى حلم عايش يا تلفزيون يا مصري.
كان يومك يوم ميلاد الصورة من البداية، جانا النور في الميعاد يرمي الهموم ورايا والنور ما يتداريش. ادعي والناس معايا يا تلفزيون تعيش 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 تعيش، يا تلفزيون يا مصري دايما على طول تعيش. شكرا، مع تحيات الشاعر محمود رزق علي. ومعنا كمان الدكتور الجميل برضك هيكلمنا. عايزين نعرف ايه اللي وصل التلفزيون ان هو انتهى دلوقتي من المجتمع العربي؟ ليه الناس ما تقدرش تتفرج على التلفزيون؟ طبعا امسك المايك وعايزين نسمع حضرتك. طبعا اولا انا برحب بالاستاذ الجميل الاستاذ محمود، والسؤال اللي الاستاذ محمود ساله ده سؤال محوري. ليه التلفزيون ما بقاش متصدر المشهد دلوقتي؟ وده طبعا بينقلنا لنقطة تانية، هي انتشار السوشيال ميديا واهتمام الناس بالسوشيال ميديا على نطاق واسع، لانه اصبح شيء ايسر بالنسبة لهم، ان هو الموبايل في ايد كل شخص، يقدر يتحرك بيه في كل حتة، يقدر يفتح النت في اي مكان. فبالنسبة له ده افضل من ان هو ينتظر قدام التلفزيون عشان يشوف برنامج معين او حلقات معينة او يتابع فقرات معينة. فبالنسبه له احنا هنا بنتكلم عن نقطه السهوله، ان هو الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي قدرت توصل لكل الفئات، كل الاعمار السنيه بمختلف المستويات الفكريه في كل وقت، وده شيء مهم جدا. طيب احنا عايزين ننهض مره اخرى بالتلفزيون المصري، لان هو دوت القاطره اللي من خلالها نقدر نبث للعالم كله افكار المجتمع المصري في اطار منمق واطار فكري نظيف. حاضر يا استاذ محمود. هو انا بس بميل للقصائد زي ما حضرتك عارف، القصائد الرومانسيه شويه، بس اللي سمعتني وطني وعجبني جدا طبعا. بس يعني خلينا نقول قصيده رومانسيه في الفقره ديت. خلينا ارتب قصيده. ضحكت لي لما ضحكت لها، شاورت لي مره شاورت لها، وقالت لي لو اقدر اجيلها نرسم طريق سوا حنلها. قلت لها انا عمري ما هنسى رسمة عيون ويا البسمة، خطفت لي قلبي وهي القسمة، يا ريت ما ننسى في يوم همسة. همستها ليا ساعة رحلة في يوم ما كنت اتخيلها، عشناها سوا هنا وفي لحظة ما قدرت برضه اتحملها. هي الحياة كده لينا احلى ولا شايفها انا بتحلى؟ علشان حبيبي جه في الرحلة وشغل لي بالي ساعة ضحكة، ما الضحكة بتنور دنيا وبتخطف القلب في ثانية، تشغل لي بالي هنا بنظرة، وهي دي بداية قصة حبيب ويا حبيبه، ساعة لقاه كده ما يسيبه، يروح له بسرعة يجيبه، ما هو مش شايف حاجة تعيبه. ما حكمة دايما قلناها، مين ده اللي يقدر ينساها؟ بعد الحبيب نار ودواها، ما يغيبش عنه ولو ثانية. الله يخليك. لا هايل. انت الحاجات ديت احنا بص يعتبر احنا ما بنسمعهاش حاليا دلوقتي، بس السؤال اللي هقوله لك ازاي نخرج من الحاله اللي موجوده على السوشيال ميديا ونرجع التلفزيون زي ما كان؟ دلوقتي في سوشيال ميديا، السوشيال ميديا موجوده على كل المنصات، والاطفال دلوقتي ماسكه الموبايلات. فانا كان في فكره ان انا بقول عليها مثلا احنا ممكن نعمل شيء تافه بس جواه قيمه مضافه على اساس ان انا اشد الجمهور. هل الراي ده ممكن يكون فعلا وسيله ان انا اقدر اضرب الخوارزميه وامشيها على حسب دماغي ولا لا؟ طبعا زي ما حضرتك اتكلمت يا استاذ محمود، ان احنا يجب عشان نقدر نجتذب الجمهور ونقدر نلفت انتباهه فلا بد من تقديم شيء هو بيهتم بيه. بس خلينا نبعد عن المصطلحات، يعني ممكن ما نقولش كلمه تافه، لان مصطلح تافه بيمثل للجمهور فكره متواضعه شويه او فكره دنيه. خلينا نقول مصطلح ساخر، يعني ممكن نقدم الافكار او الاهداف في فكره ساخره تشد انتباه الجمهور، في نفس الوقت تبقى فكرة محترمة وذات قيمة وفيها شيء من انواع التهريج او السخرية اللي بيتميز بها الشعب المصري، وهو شعب فكاهي بالطبع. فخلينا نقول ان كلام حضرتك مظبوط، ان احنا ممكن نسحب الجمهور
في اتجاه ان احنا نقدم له شيء بصوره ساخره، بصوره فيها نوع من انواع الكوميديا، لان غالبيه الشعب المصري دلوقتي بقى يعاني من الضغوط النفسيه والحياتيه، وبقى في حاجه ان هو يخرج بالمشاعر ويخرج الاحاسيس اللي جواه عشان يفك الكبت اللي موجود فيه شويه. فخلينا نقول ان اكتر حاجه بتخرج الانسان من الهموم او من المشاكل الحياتيه هي الامور الكوميديه، الامور الساخره، الامور الضاحكه. فكلام حضرتك مظبوط، ممكن فعلا نقدم شيء ساخر يخرج الناس. والدليل على كده على كلام الدكتور حسن انا بايده جدا، ان في قناه في مسبيرو زمان بتخلينا نرجع من الضغوط النفسيه اللي هي بتلاحقنا من 24 ساعه في القنوات الاخرى، وكل المصري بيحس بجمال هذه القناه والمذيعين القدام، ومش عايز اقول اسامي وانسى اسامي ناس الجمال جدا والبرامج الجميله جدا. الاستاذه نجوى ابراهيم ماما نجوى وايام اللي احنا اتربينا عليها وبقلص وكلام من ده، مع ان انا برضو مش صغير قوي يعني، وفريال صالح وفريده الزمر. الناس دول فعلا يعني قدموا لنا ما يغنينا عن اننا نسال ونعمل من افكار جميله وتنشأنا والله عليها، لان الحواديت بتاعت الاستاذ علينا عليه رحمه الله ماما نجوى، ماما ابله فضيله فدي برضو كانت برضو ايه من ضمن الايه الدواء، يعني كانت بتدعمنا واحنا اطفال، وكانت الحكايات بتاعتها تنفع لكل جيل. لغايه دلوقتي انا بحبها اصلا. طبعا. ابله فضيله. فمسبيرو زمان دي ربنا خليها لنا وخلي القائمين عليها، واحنا بنحترم التلفزيون المصري وبنقدره وبنحبه. والكلمه الاستاذ محمود اللي لا، الكلمه بقى للناس الجميله اللي احنا هنسمعهم دلوقتي، وهنعيش في ليله جميله جدا يا جدعان. في التلفزيون القديم احنا دلوقتي في ايام التسعينات، خلاص هننسى سنه 2000، هننقل بقى على ايه؟ على الناس الحلوه الجميله، والشيخه فاطمه العبسي الراعيه الجميله لحواديت المشهد الان.